السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعضاء قناة طويا فرسات. أقدم لكم اليوم كل التفاصيل عن خطوات استقبال وإضافة 7 ترددات لجميع قنوات NBC HD و SD على النايل سات لجميع الدول العربية، وكمان هرد على كل الأسئلة اللي بتكتب لي في التعليقات زي ليه قناة NBC 1 و NBC ماكس و NBC 5 مش شغالة عندي. فكمل معايا خطوة بخطوة لنهاية الفيديو وإن شاء الله هوضح لك كل المعلومات. وهنبدأ بسم الله نجيب روبوت الكنترول الخاص بجهاز الاستقبال بتاعنا، وهندور زي ما انتم شايفين على زر مكتوب عليه منيو. بعد كده هنبدأ نضغط عليه عشان يبدأ يدينا القائمة دي. هتبدأ تختار منها التركيب، بعد كده من ريموت كنترول هتضغط على زر اوكي. هيدينا القائمة دي. أول حاجة هنعملها نخش على ضبط الهوائي زي ما اتعودنا مع بعض عشان لو في أي مشكلة هتأثر على مستوى الإشارة. فهبدأ أضغط على زر اوكي. زي ما انتم شايفين دخلنا على القائمة دي. أول حاجة هتشوف إن القمر الصناعي عندك هو النايل سات وتتأكد. بعد كده ال LNB نوع، ممكن يكون عندك كيو فرقة أو عالمي الاتنين صح. بعد كده ال LNB تردد لازم تتأكد إن هو 9750 على 10600. أما المرسل هتسيبه عندك زي ما هو. بعد كده ال LNB طاقة لو لقيته عندك إغلاق هتخليه فتح. نمرة الدايزك هتسيبه عندك زي ما هو. بعد كده من ريموت كنترول هتبدأ تضغط على زر مكتوب عليه إكزيت. لو اداك في الخطوه دي حفظ البيانات هتضغط على زر اوكي. بعد كده هننزل على قائمه الترددات ونضغط على اوكي عشان يدينا القائمه دي. هتبدا تبص لتحت هتلاقي فيه 4 الوانات نفس الالوانات اللي عندك في الريموت كنترول. لكل لون فيهم وظيفه. انت اللي هيهمك هي كلمه اضافه، هتشوف ايه اللون اللي جنبها تضغط على نفس اللون من الريموت كنترول. يعني انا هبدا اضغط على اللون الاحمر عشان يديني القائمه دي فيها تردد ومعدل الترميز والاستقطاب. وقبل ما اقول لك التردد يا ريت لو بتشوفنا لاول مره اشترك في القناه وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تدوس لنا لايك ليصلك كل جديد. واي تردد من اللي انا هديهولك لو حصل معاك اي مشكله اكتب لي في التعليقات واحنا هنحل الموضوع مع بعض باذن الله. وهيكون اول تردد معانا هو 11473. ده بالنسبه للتردد. معدل الترميز هيكون 27500. اما الاستقطاب فهيكون عمودي او ممكن يكون عندك رأسي او بحرف الفي على حسب الاختيارات. بعد كده هنضغط على اوكي. لو قال لك مرسل موجود مفيش مشكله. بعد كده التردد موجود عندك هضغط على اوكي مره ثانيه عشان يدينا علامه الصح دي. بعد كده تبدا تتاكد من الاشاره عندك جيده ولا لا. وفي اي تردد انا هديهولك لازم تتاكد من الاشاره عندك جيده ولا لا. لو لقيت الاشاره عندك ضعيفه ممكن يكون عندك مشكلتين. ممكن يكون السلك الواصل ما بين طبق الاستقبال وجهاز الاستقبال لو في قطع هتحاول تصلحه. لو جوده الاشاره عندك عليت هتكمل معايا باقي الخطوات. اذا ان جوده الاشاره لسه ضعيفه يبقى انت كده ممكن يكون عندك مشكله في طبق الاستقبال. عشان تحل المشكله دي كل اللي انت هتعمله قطعه ال LNB اللي راكبه في طبق الاستقبال عندك هتلفها سنه سنه. لقيت جوده الاشاره معاك بتعلى هتكمل معايا باقي الخطوات. لو لقيت ان جوده الاشاره لسه ضعيفه يبقى انت كده عندك مشكله كبيره في طبق الاستقبال، وللاسف هتحتاج فني يعمل لك ضبط لطبق الاستقبال عندك عشان يرفع لك جوده الاشاره. ما تيجي تعمل باحث ما يقولكش لا يوجد برامج. دلوقتي بقى في الخطوه اللي بعد كده هيكون البحث عن القنوات. وزي ما انتم شايفين معايا البحث عندي هنا باللون الازرق. يبقى انا بالريموت كنترول هضغط على اللون الازرق هيديلي القائمه دي. هيقول لي بحث عن الشبكه، انا هخليها اغلاق ونوع القناه زي ما هي واضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين كده بدا يعمل معايا باحث. في النهايه التردد ده هيكون عليه 14 قناه. حفظ نتيجه البحث هضغط على اوكي. حفظ البيانات هضغط على اوكي من الريموت كنترول. وهيكون التردد ده حزمه شرقيه، يعني لن يعمل في شمال افريقيا المغرب وتونس والجزائر. وهيكون عليه قناه MBC 1 وMBC 4 وMBC دراما وMBC بليود وMBC 2 وMBC اكشن وMBC 3 وكمان MBC مصر HD. ودلوقتي عشان ما اطولش عليك مده الفيديو هديك تردد بعد كده انت هتدخله بنفس الطريقه زي ما احنا دخلناه مع بعض. فهيكون بقى تاني تردد معانا النهارده هو لقناه MBC 2 ودي هتكون تردد ليها تاني. هيكون على 11270. معدل ترميز 27500 والاستقطاب هيكون عمودي. والتردد ده هيكون حزمه عامه يعني يعمل في جميع الدول العربيه. وهيكون تاني تردد معانا هو لقناه MBC العراق HD وMBC العراق SD. وهيكون على تردد 11315. معدل ترميز 27500 والاستقطاب بتاعها هيكون عمودي. وهيكون تالت تردد معانا النهارده او رابع تردد معانا هيكون لقناه MBC مصر ودي هتكون هنا بجوده SD على تردد 12015. معدل ترميز 27500 والاستقطاب بتاعها هيكون عمودي. والتردد ده هيكون حزمه عامه يعني يعمل في جميع الدول العربيه.
بعد كده التردد التاني اللي هيكون معانا لقناة MBC مصر 2، وده هتكون بجودة SD على 11.823، معدل ترميز 27500، والاستقطاب بتاعها هيكون عمودي، والتردد ده برضك هيكون حزمة عامة لجميع الدول العربية. بعد كده التردد التالي هيكون لقناة MBC مصر 2 HD، وهتكون القناة دي على تردد 12322. بعد كده معدل الترميز هيكون 2، بعد كده هتكتب 4 تسعات، وهيكون الاستقطاب بتاعها عمودي. واخر تردد هيكون معانا النهارده هو 11559، معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون عمودي او رأسي او بحرف الفي على حسب الاختيارات عندك. وهيكون التردد ده حزمة غربية، يعني يعمل في دول شمال افريقيا المغرب وتونس والجزائر فقط. وهيكون على التردد ده قنوات MBC 5 وMBC 4 وMBC 3 وMBC اكشن وMBC 2 وMBC ماكس وMBC بريود وMBC دراما. وبكده هكون انا اديتك 7 ترددات، وهنبدا بقى في الاسئله. اول سؤال بيجي لي هو ليه قناه MBC 5 مش شغاله عندي؟ لازم تفهم ان القناه دي تعمل في شمال افريقيا فقط، ولا تستطيع مشاهدتها في اي مكان تاني. اما بقى بالنسبه لقناه ماكس دي مش شغاله عندي. قناه ماكس بتشتغل في دول شمال افريقيا فقط، ولا تعمل في دول الشرق الاوسط. ولو عايز تتفرج على القناه دي ما عندكش غير حل واحد، اللي انت تزود LNB طبعا الاستقبال عندك لعرب سات عشان تقدر تتفرج على القنوات دي. بالنسبه بقى لقناه MBC 1 دي مش شغاله عندي. قناه MBC 1 بتعمل فقط في دول الشرق الاوسط، ولا تعمل في دول شمال افريقيا. عشان تتفرج عليها في دول شمال افريقيا ما عندكش غير حل واحد برضك، اللي انت تركب LNB زياده بطبع الاستقبال وتركبه العرب سات. بعد كده هتبدا تستقبل القناه بمنتهى السهوله عندك. وفي النهايه ارجو ان نال الفيديو اعجابكم، ولو قابلتكم اي مشكله اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بالحل ان شاء الله. وشكرا لكم.